السلام عليكم، ازي حضراتكم عاملين ايه؟ فيديو جديد معانا وازاي تشطب شقتك. الفرق بين المواسير البيضاء والمواسير الفليكسبل بتاعت الارضيه. في ناس يا جماعه الفتره الاخيره الموضوع ده مختلط عليهم، الموضوع احنا شغالين بيه بقالنا فتره كبيره الحمد لله. في ناس مش عارفه الفرق بين ده وبين ده. دي يا جماعه مواسير البيضاء العاديه السوسته اللي بتركب في الحوائط او لو في حاجه في الاسقف او حاجه. انما دي مواسير ثانيه يا جماعه فليكسبل، دي القوه بتاعتها بتبقى شديده، بيبقى جواها زي ما انتم شايفين في سلك كده، ده لو الكهربائي حتى ما معهوش سوسته بيعرف يشتغل بيها. دي ميزتها بنستخدمها في الارض خاصه في الاماكن اللي بيكون فيها قرب على القاسي زي ما بنقول في شغلنا 90 درجه. بنعمل كوريدور عندنا وعايزين نعمل مثلا الوزره المخفيه فوقها ليد بروفايل شغال بسنسور او حاجه، فانا لازم اوصل كله ببعضه، في مسافه متر عشان اجيب 90 درجه بتبقى صعبه. المواسير الحمراء مهمه وكل حاجه وقويه، بس مع القرب الشديده بتتخنق، لو في قربه شديده او حاجه بتتخنق. انما ده يا جماعه ميزته اللي بيتحرك معانا فليكسبل ما بيتخنقش، فبيريح الكهربائي وبيريح الشغل وهو بيفنش بيكون معاه سهل وبسيط. فنعرف الفرق بين ده وبين ده يا جماعه، ده غير ده، ده حاجه وده حاجه، نخلي بالنا. وان شاء الله فيديو جديد مع بعض وازاي نشطب شقه. السلام عليكم.